قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زاري يالله النبي عليه الصلاة والسلام عند حديث أبرنا من التواوسي هنا. إيه حديث بتأم له الله تشلم تقامي يهونا حديثنا. روى الطبراني في معجم الصغير من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. إمام الطبراني معجم الصغير بمبالو كتابة لي يا عائشة ناتاتنا عائشة رضي الله تعالى عنها باوساتشو بهنا حديث لي قالت عندي علج عائشة لنا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلتات عندك عند سود نبي عليه الصلاة والسلام مطع فقال بلوم مالاتشو يا رسول الله أنت الله ملكتنيا هوي إنك لأحب إلي من نفسي أنتكو علاتشو رسوكو علاتشو كنفسي بلا يتوددون وتني زندالاتشو وإنك لأحب إلي من أهلي ومالي أنتنكو أني مودك كبيتسبوتشي كغنزبي بلا أدركنا مودك علاتشو وأحب إلي من ولدي كالجوتشي بلا يتوددكن هني زندالاتشو وإني لأكون في البيت وإني لأكون في البيت فأذكرك أنيم ببيتي هوني أنت نستوسك الله على الجو رضي الله تعالى عنه فما أصبر حتى آتيك أستوسكنا تجستي اللي نمتجا أنت نسكايك درس على الجو حتى آتيك فأنظر إليك متجي ودا أنت اسكم ملكة درس تجستم يبالي اللي نمالاتشو وإذا ذكرت موتي وموتك نقرقن ينين موتنا يانتن موت ساستاوس عرفت أنك إذا دخلت الجنة أو كن أنت جنتك قبح بحالا رفعت مع النبيين كنبيات اسكار درجة كفلا ليبالاي تونا لكالو አላቸው وأني إذا دخلت الجنة እኔ ደግሞ ጀነት ስገባ አላቸው خشيت ألا أراك አንተን ማየትን ፈራለሁ አንተን ላላገኝህ እችላለሁ ምክንያቱም አንተ በጀነት ውስጥ ያለ ደረጃ ከፍ ያለ ነው ከነብያቶች ጋር ነው እኔ ደግሞ ደረጃዬ አንተ ያለህበት ደረጃ ጋር አልደርስም ምንድነው መፍትሄ አላቸው ይሄ በጣም አሳሰበው በጣም አስፈራው ይሄ ሰሃቢ ነብዩና አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ካለማየት ያርቀኛል ብሎ ማለት ነው ሞቱ فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية نبي صلى الله عليه وسلم لذي سو عندم ملاش አልሰጡትም ይህ የቁርአን አንቀጽ እስኪወርድ ድረስ ማለት ነው ጅብሪል ይዞት እስኪወርድ ድረስ ከዛንም ጅብሪል አለይሂ ሰላም አንድን የቁርአን አንቀጽ ይዞ መጣ قال الله تعالى اللهم انديالا ومن يطع الله والرسول اللهننا ملكتنياون يتعزز يهونا سو فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم እሱ በርግጥም በእነሱ ላይ ጸጋ ከዋለባቸው ሰዎች ጋር ይሆናል አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህ ጸጋ የዋለባቸው ሰዎች ሚነን ነብይና ወስዲቂን ከነብያቶችና
ከእውነተኞች ሰዎች ጋር ወሹሃዳኢ ወሳሊሒን ከሹሃዳዎችና ከመልካም ሰዎች ጋር ይሆናል አላቸው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ይህንን የቁርአን አንቀጽ አወረደ ተናገረ ማለት ነው። ለዚህ ሰው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መልስ አደረገለት። ዛሬ ነቢዩን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሐቂቃ እንዴት ነው እኛ የምንወዳቸው? የዚህ ቀድር እንሰጣቸዋለን? ሰሃቦች የሚወዱትን አክል እንወዳቸዋለን? አላህ ግን ሱብሓነሁ ወተዓላ ያለው ምንድነው? ወመን ዩጢዒላህ ወረሱል አላህንና መልእክተኛውን የታዘዘ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የነብዩን ውዴታ የምንገልጸው እነሱን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን በመከተል ነው። የእነሱን ትእዛዝ በማክበር ነው እንጂማ ተሰብስቦ በመጨፈር እንጂማ እነሱ ያላዘዙትን በማድረግ አይደለም ማለት ነው። ዒባደላህ ለዚህ ያላህ ነብይ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያዘዙትን በመስራት ላይ መጠንከር አለብን። የከለከሉንም በመከልከል ላይ መጠንከር አለብን። ይሄንን ካደረግን ደረጃችን ከነብያቶች ጋር ከሲዲቆች ጋር ከሹሃዳዎች ጋር ከሷሊሖች ጋር ይሆናል ማለት ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በሰማነው ነገር ተጠቃሚ አላህ ያደርገን። ወሰለላሁ ወሰለም ዐላ ነቢይና ወሐቢቢና ሙሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰህቢሂ ወሰለም። አሰላሙ ዐለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።